بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وش راكم البنات لاباس؟ ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا بخير. دائما نبداو بالدعاء تاعنا في هذه الايام المباركة. اللهم اجعل ايام رمضان جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا، امين يا رب العالمين. كيما راكم تشوفوا البنات، راح عندي كوموند راح نبداها، قلت نشارككم معايا. ذوبت الشيكولا تاعي، انا نستعمل شيكولا دادا. شوفوا البنات اللي عندهم اشكال مع الشيكولا، انا ذوبتها في حمام مائي، لازم الماء ما يقيسهاش خلاص. كاينين اخوات تقولك انا ما يقيسهاش الماء، يا هل ترى الصح اللي كنتي ديري فيه مسحتيه ما مسحتيش، يعني غسلتيه وحطيتيه فورا فيه الشيكولا. لازم ديما البنات ننتبهوا للصحن اللي درنا فيه، يعني نمسحوه مليح ومن بعد كسع نحطوا فيه الشيكولا تاعنا في حمام مائي. اللي تخاف كش ما يقيسها كش ما هكذا كيما حنا نقولوا قطره تاع ما، والله يا سيدي ديما عندك اشكال معاها، حطي لي شتا البرمه وحطي فوق الكسكيس وحطي هذاك الصحن تاعك، هكذا تتفادي باللي غير هذاك كيما حنا نقولوا الفار تاع الماء هو اللي يقيس الصحن تاعك. هذه بالنسبه للبنات اللي عندهم اشكال مع الشيكولا. جبت السيليكون تاعي، انا راح نستعمل هذا السيليكون. بديت بالشيكولا تاعي يا البنات، هذه هي الطبقة الأولى نحطها، نديرها في كونجيلاتور أو المجمد حتى تجبد لي، ومن بعد كالساعة نزيد ندير الطبقة الثانية تاع الشيكولا. أنا استعملت شيكولا دادا كيما قلت لكم، شيكولا بالحليب. بعد ما جبتها من المجمد شوفوا راهو يبانوا كسع الويلي، يبانوا العيوب، يعني وين درنا شيكولا وين ما درناش. نزيد الطبقة الثانية. الأولى رانا مسحنا فقط، الطبقة الثانية نحاولوا كيفاش نغطيو الحبة كامل هكذا بالشيكولا. انا استعملت البينسو كما قلت لكم يا البنات. الطبقة الأولى راني مسحت برك، أما الطبقة الثانية نحاول كيفاش نغطيها كامل. هكذا ننتبه للبلايص اللي ما درناهمش. وعلاش نركز يا البنات؟ نركزوا على الحواشي. كي نجبدوها هكذا ونشوفوها نركزوا الحواشي، نركزوا وين البلايص اللي ما قسناهمش، نزيدوا نعاودوا لهم الشيكولا. الحواشي حنا من بعد باش نحيوهم كيما حنا نقولوا ما نلقاوهمش، ما نلقاوش ما فيهمش الشيكولا. جبت لهنا الكوكاو تاعي، او كل وحده وكيفاش حبت تخدم باللوز، حبيتي كل وحده وامكانيات تاعها. كي نخدموا بالكوكاو يا البنات لازم نحمروه كي شغل تقريبا راح نحرقوه، بس هو ما تحرقش يعني حمار بزاف باش يجينا بنين يمدلنا ذوق ولا اروع. اما نوصيكم البنات الكاطو اللي ما يطيبش، الكوكاو تاعو لازم تحمروه بزاف كيما حمرته انا. زدت لهنا كاطو تاع بيمو، يعني كاطو تاع بيمو معروف. نتوما حسب الكميه اللي راح نديروها، راح ديروا كميه قليله راح ديروا كميه بزاف. زدت لهنا ثاني حلوه الترك. ها اللي بغات تكيل تقدري ديري مثلا 2 كيسان تاع كوكاو، ديري كيس ولا كيس ونص تاع كاطو بيمو، وتزيدي حلوة الترك حوالي نص كيس. هكذا نخلطوا كلش مع بعض. لازم كي نخلطوا يتخلط كلش مع بعض هكذا، مع هذاك الكوكاو مع الكاطو مع هذيك حلوة الترك. اللي حبت تزيد مكسرات كل وحده واش عندها، حبيتي تزيدي مثلا لوز، حبيتي تزيدي جوز، حبيتي كنتي واش مقدورك. هذا هو كاطو بيمو اللي انا استعملته، ريحته وفيه ذوق ما شاء الله. بعد ما خلطت الكلش مع بعض قسمت هذاك الخليط تاعي على زوج. علاش قسمته انا على زوج؟ شوفوا راح ندير طلبا لا كوموند تاع المراه، قالت لي انايا حابه ذوق الفريز، وكما تعرفوا شيكولا نوار ديما يخرج معاها الفريز. هيا دوك راني خلصت. واش خلصت؟ هذا وين بديت. شوفوا خلطت هذاك الكونفيتير لهنا لهذاك الخليطه تاعنا. البنات حنا نحبوه مرمل، يعني انا مانيش احنا عجنه والله، نحبوا مرمل كيما راكم تشوفوا. اما الخليطه تاعنا ثاني راح نخلط له كراميل، صوفيا كراميل. انا كنت طيبتها اي مازالت سخونه على بها، راهي مازالت كيما حنا نقولوا هكذا تحسوا فيها باللي راهي مازالت ما اختارتش كيما حنا نقولوا بالمعنى الاصح. اللي حبت تشوف كيفاش تخدم صوفيا كراميل صدقوني غير تجي ما شاء الله. راني مديره فيديو نورمالمون العام اللي فات ولا العام اللي قبله، اكسبي صوفيا ومزيان بالصيفيه دوك تخرج لك. عجنته بالصوفيا كراميل، قلت لكم خدمتها وحدي. ثاني ما نديروش الخليط هذاك حتى يولي لنا عجينه، حنا نحبوه مرمل. نزيد بشويه ونشوف، نزيد بشويه ونشوف حتى نكمل.
جبت لهنا علبة فرامبواز بالفراولة. شوفوا البنات، هذه العلبة دايرة 43، أنا شريتها ب43. كاين اللي كاين محلات اللي يبيعوا فيها ب45، يعني كل منطقة وكيفاش. نديرها لهنا في لابوش، ها، ونحطها. علاش درتها أنا لهنا؟ باش نولي نحشي بها هذوك الحبات اللي كنا درناهم في سيليكون، هكذا. كي شفت أنا هذه العلبة غالية بزاف على بها يا البنات، وليت قسمت هذاك الكوكاو باش نولي نعت لكم وصفة اقتصادية اللي حاب تستخدمه. هذا الكونفيت عفوا، هذا الخليط انا عجنته بالكونفيتير تاع الفريز باش يمد لنا الذوق ثاني تاع الفريز كيما الحشوه. هاو شوفوا كيفاش راه مرمل. بصح كي نولي تحطيه في يدك راكي كيما حنا نقولوا تحصي على عجينه عادي. المهم حنا من نديروهش جاري، خاطر شكون نولي نديروه جاري الذوق تاعو من بعد ما يجيناش مليح. نشكل على الشكل تاع السيليكون. بغيتي ثاني تحليه بالحلاله وديري طابع، طابع كيما دوكا راني انا مديرته طابع اوفال، وتطبعي تولي تهزي طول وتحطي. ها، هكذا ساهل ماهل، خاصة الخدامات أو العاملات كي تروحي ما تقدريش والله، ومليح بزاف ما يعطلكش، مليح كيما حنا نقولوا بريستيج العرايس، مليح للأعراس اللي راهم جايين دوكا في الصيف. ربي يهنينا ويهني أم محمد أجمعين. بعد ما درت الحشوة كامل جيت لهنا ثاني للشيكولا تاعي. الشيكولا راهي ديما في حمام مائي، يعني ما نخليهاش تيبس لي أو تجمد لي بالمعنى الأصح. نقص الغاز مره ونخليها وما تتحرق ما والو، تعودي منقصه الغاز. علاش كاينين اخرين اخواتي يقول لك انا كون نخليها بزاف الماء تستحرق لي، خاطركش الماء ينقص. بصح كي يعود الماء ديما تولي طلي على الماء وتروحي كل مره تزيدي الماء فيا كيما حنا نقولوا بوبيطه ولا طاوه تاعك راهي تقعد هي ما تستحرق لك ما والو. زدت لهنا جيت درت كيما حنا نقولوا غطيتها، ها، ندير لها قاعده من تحت ونحاول ديما هذيك الشيكولا اللي تخرج لي لشتا على الاقل نحيوها هكذا بالسكين، على بالنا بلي راهي تقعد على الحواشي. انا نشتي نخرج على الحواشي، علاش؟ باش الحشوه تاعي هذيك الاولى ما تخرج ليش. لهنا واش راح نقول ليلى محمد رسول الله. هذا النوع مش النوع الثاني اللي قلت لكم اقتصادي تحبي ديريه. شوفوا البنات، جبت لهنا صوفيا كراميل اللي كنت خدمتها، ها، هكذا نعمر ونزيد نجيب الحشو اللي كنت عجنته بصوفيا كراميل. شوفوا نتوما راكم تقولوا فيه اللوز فيه الجوز، بصح هو راهو ما يديش مره. مثلا انت حبيتي ديري 30 حبه والله راهي ما تهزلكمش يا البنات. خلاص كيفاش ديروا؟ ما تروحيش مثلا تشري نص رطل ولا تقولوا اعطيني رطل يسقام لك غالي ودوكا كيما نشوفوا مع المعيشه. حبيتي ديري 30 حبه 50 حبه، روحي للمحل هزي وحدك. مثلا كاينين محلات يحط لك كلش قدامك وانت تهزي. هزي 30 حبه تاع لوز، هزي 15 حبه تاع جوز، خاطركش الجوز احنا رايحين نقسموه على 2. هزي لاكاجو ثاني 30 حبه، هكذا يا ربي لا طاحوا لك كيما حنا نقولوا 25 في 30 موش راح يسقاموا لك بزاف ولا. الكوكي ودوكا اللي راهو دير القرون هو اللي راهو غالي اكثر على المكسرات الاخرين. دوكا كي درتو في المجمد هاني جبدتو، ها، نجبدوه كامل. شوفوا كيفاش نجبدوه، نتكا على الحاشيه البنات، ما نضغطوش في النص ولا خاصه لا كيما حنا نقولوا ما خشنتوش هذيك الشيكولا شويه او درتوها رقيقه والله. ديما نضغطوا على الحاشيه، كي نضغطوا على الحاشيه ما تكسرناش الحبه. ها، نجبدوهم هكذا ومن بعد نوليو نجيبو سكين ونحيو هذاك الزايد اللي منا ومنا. ها، ساهل ماهل والقوت تاعو ثاني ما شاء الله، والشكل تاعو ثاني ولا اروع. ها، نحيو هذاك الزايد كامل هكذا بالسكين وما نضربوش حتى للداخل، خاطرش رانا لا ضربنا للداخل نوليو هذيك الحشوه تولي تبان وتخرج لنا. اما بالنسبه للصوفيا اني قلت لكم مصورتها في فيديو، تحبوا تخطروها خليوها تغلي شويه. وزدت لها انايا غلوكوز، اما انا حبيتها هكذا خفيفه باش في الحشوه تجيني خفيفه هكذا وتجيني شوي سائله، ما تزيدوا لها والو، اخدموها كيما خدمتها انا. جبت هذيك الكراميل زدت حطيتها لهنا من الفوق هكذا، نحطهم كامل في حبة الكاطو هكذا من فوق.
اللي ما عندهاش البنات صوفيا والله أكيد تقدري ديري البديل، ماشي شرط ديري كيما درت أنا. لا عاد مثلًا عندك كريمة الزبدة تقدري ديري كريمة الزبدة من الداخل ومن بعد ديري الحشوة، يعني شوي برك مش بزاف. من الفوق أنتِ واش حبيتِ، عندك كونفيتير عندك يعني المهم أنك ديري تخرج لك نفس النتيجة. أما الذوق كل وحدة واش حبت دير. هلا هنا عندي شوية جوز، عندي لوز، عندي كاجو، عندي هذيك حلوة الحلقوم، أي كانت واقفة تجي على شكل توت أو فريزة. دوكا لقيت أنا غير المربع، والله غير حوّست عليها لهنا وفي المنطقة اللي نسكن فيها لقيت غير المربع وليت جبتها، نسحقوا الأحمر والأسود. شوفوا البنات، أنا عندي نُص عجوزة كيما قُلت لكم تقدروا تشريوا الجوز، تشريوا نصف الكمية برك ومن بعد تقسموا الحبة على 2، درتها في الجنب. من بعد نجيب حبة تاع حلقومة، نزيد بحذاها حبة تاع لوز، ها. ومن بعد نزيد نجيب هذيك الحلقومة نحطها في الجنب، خاطركش باش تجي هذيك الحلقومة الحمراء والسوداء يجيو هكذا متقابلين، وتفصلهم حبة الأكاجو حبة اللوز. شوفوا كيفاش يجي باهي ما شاء الله. تشوفوا النتيجة من بعد والله غير يجي ما شاء الله. أنا كنت درت لايف واحد النهار هكذا، كنت نخدم في الكاطو هذا وشني أنا كنت مخلصات ودرتو لحبيبتي ربي يهنيها. شوفوا الأخوات أمزين ديري لنا هذا الكاطو. أي دوكا كي جاتني لا كوموند هذه قلت والله نشارككم معايا. كيما قلت لكم ندير حبة الجوز هي الأول أو نص حبة، ومن بعد ندير الحلقومة. في الوقت هذا راني نهضر مع زنوبة هي يدير في عشاها، وأنا رُحت مع الصباح كيما تعرفوا فايتينا هما بساعة، وشني هما المغرب تاعهم بوقتنا حنايا كي تعود 5:30 يفطروا. راني نهضر مع بنتي ونشيخ ويمكن تفلهتوا بلي راني في داري لتحت. نحب نخدم الكاطو لهنا والله غير صرحت كي جيت لداري. شوفوا البنات نكملهم كامل. شوفوا بعد ما كملتهم بسم الله ما شاء الله. دوك اللمسة الأخيرة وشني هي راح ندير لاجولي. لاجولي كامل تعرفوها ها. والمبتدئات اللي ما يعرفوهاش تروحي المحل تقولوا اعطيني لاجولي يمديها لك. انا كنت ذوبتها شويه وخلطت لها قطره تاع مزهر او ديري قطره تاع ليمون، يعني مغرفه تاع ليمون او مغرفه تاع مزهر باش ما تقعدلكش كيما حنا نقولوا جامده هكذاك وثمثم تولي ثمثم تولي تجمد. نبردوها البنات خاصه كي عاد شي كوله هي حاميه تغلي. انا كنت نحرك فيها باش تبرد لي شويه، ومن بعد نولي ندهن هذوك المكسرات هذوك حبة التوت أو الحلقوم اللي حطيتهم. تمد هذه لمعة يجي الكاطو تاعنا ما شاء الله. ها ساير داير كنت مدير هذاك البينسو الكبير ما خرجش عليا وليت رحت جبت البينسو الصغير وخدمت به. ها هكذا درت لهم كامل هكذا، ومن بعد تشوفوا النتيجة النهائية. شوفوا البنات كيفاش خرج معنا بسم الله ما شاء الله. العين تاكل قبل الفم، او من عارف كيف يقولوها العين تاكل قبل البطن او قبل الفم. يجي ما شاء الله يعني يجي ذوقا وشكلا. ان شاء الله يعني تجربوه وينجح معاكم. يعني هذه ما فيهاش نجاح ولا مش نجاح، يجي بسم الله ما شاء الله. جبت لكم انا حبه لهنا راح نقسمها لكم وتشوفوها كيفاش خرجت. ها شوفوا البنات بعد ما نقسمها تشوفوا هذاك فرامبواز جاي من الفوق والحشوه تاعنا تجي من تحت. ثاني تاع الكراميل الله يبارك تجي ثاني من الفوق وتجي من تحت. وقلت لكم الحشوه كيما نتوما حبيتوا. شوفوا خواتاتي اللي ما عندهاش الامكانيات والله ماشي شرط انك ديري كراميل ولا ديري فرامبواز ولا ما ديريش خلاص، يعني تقدري ديري غير الحشوه وحدها. اما بالنسبه للمكسرات راني قلت لكم يا البنات تقدروا تشريو مثلا تحبي ديري 30 حبه 50 حبه، كي تشري بالحبه راه ما يستقاملكش غالي خلاص. الآن البنات وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش البنات إذا عجبكم الموديل أو عجبكم الوصفات ما تنسونيش بعلامة الإعجاب. الآن نقول لكم كتر خيركم بزاف على دعمكم ليا، كتر خيركم بزاف على تعليق، قد ما نشكركم منه فيش حقكم. نقول لكم مع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.